يا ابو نواف ابشر يا ابو نواف، جبت لك اكتر حاجتين بتحبهم جنب بعض. لا 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 مش دول، جبت لك النيل جنب الشيخ زايد يا ابو نواف ابشر. الدنيا غرقانه على السوشيال ميديا والناس ملهاش سيره غير النيل اللي هيعدي في الشيخ زايد واكتوبر والمشاريع اللي هتبقى على النيل في الشيخ زايد واكتوبر. فتعال اقول لك ايه الكلام. في الحقيقه الموضوع مبهر لاكبر قدر ممكن. اطول نهر في العالم موازي لمحور الضبعه. اما على المستوى العقاري فهيكون في مكان جديد اسمه جريان. اعلن 3 من المطورين ماونتن فيو، بالم هيلز ونيشن اوف سكاي وجودهم في المكان ده كمطورين عقاريين اساسيين لمشروعات عقاريه في اللوكيشن ده. عندي بعض التساؤلات بخصوص المطورين وبخصوص قدرتهم على تنفيذ المشروعات والمدد الزمنيه، ودي حاجات احنا لسه مش عارفينها. ولكن بشكل او باخر اكتر حاجه خلتني اعمل فيديو عن الموضوع ده هو انت ككلاينت ارجوك وانت بتشتري في لوكيشن زي ده، في مكان جديد، في مدينه جديده، في حاجه مستقبليه، اشتري فور لونج تيرم انفستمنت. اشتري لاستثمار طويل وبعيد الامد. ما تجيش تفكر تبيع بعد سنه او 2 او حتى في مده قليله. الكلام ده مش هيطبق على المكان. واعرف ان اول مطور اعلن وجوده في المكان بيتاخر شويتين 3 يعني. فخلي بالك وانت بتشتري، خصوصا انك ما تعتمدش على استلام قريب وتعتمد على سكن قريب. ده مكان جديد ومدينه جديده. هلاقي الفتره الجايه مقارنات ما بين زايد الجديده وما بين المكان اللي اسمه جريان، وهلاقي مقارنات باماكن تانية كتيره موجوده في اكتوبر وزايد. في الحقيقه ده حاجه وده حاجه، وخلينا نقول الكلام ده في فيديوهات تانية. لو عندك اي استفسارات بخصوص جريان او المشروعات اللي هتنزل هناك كلمني او ابعت لي على رقمي وانا هبعت لك اي تفاصيل هتكون متاحه في الوقت ده.